هل نحن أمام تحول حاسم في قضية الصحراء الغربية؟ تصريح جديد لمسؤول الشؤون الخارجية في جبهة البوليساريو أثار تساؤلات بعد أن قال لوكالة الأنباء الفرنسية: إذا تم تنظيم استفتاء واختار الصحراويون الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كما تقترح الرباط بدل الاستقلال فسيتم قبوله. التصريحات تأتي قبل أسبوع على تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد بشأن الصحراء الغربية التي تسيطر المغرب على 80% من مساحتها. تقرير الزميل عبد الله السمان يسلط الضوء على أبرز مستجدات الصراع حول الصحراء الغربية. هل نشهد تغيرا في موقف جبهة البوليزاريو حول مستقبل الصحراء الغربية؟ سؤال بات مطروحا بعد التصريحات الأخيرة لمسؤول الشؤون الخارجية في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الذي أكد لوكالة الأنباء الفرنسية أنه في حال تم تنظيم استفتاء واختار الصحراويون الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كما تقترح الرباط بدل الاستقلال كما تطالب جبهته فسيتم قبوله. كما أوضح أن المقترح الموسع الذي قدمته البوليزاريو إلى مجلس الأمن يتضمن الخيارات الثلاثة التي يحددها القانون الدولي والضمانات المرتبطة بها، وهي الاستقلال، الانضمام، وميثاق الارتباط الحر الذي قد يشبه ما يقترحه المغرب. المزاج الدولي يبدو أكثر ميلا إلى المقترح المغربي بخصوص ملف الصحراء الغربية، فهو يحظى بدعم 3 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، نقلت الصحافة الإسبانية أن ترامب يشدد على سيادة المغرب على إقليم الصحراء، وهذا الموقف باتت بلجيكا أيضا تتبناه بشكل رسمي كحل للنزاع الدائري منذ عقود بخصوص وضع الإقليم، حسب إعلان بلجيكي مغربي مشترك. إن المبادرة المغربية للتفاوض على نظام الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، والتي قدمت عام 2007 وتفترض أن هذه المنطقة ستخضع لسيادة المملكة ووحدتها الوطنية، تشكل الأساس الأنسب والأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستلتزم بلجيكا دبلوماسيا واقتصاديا بهذا الموقف مع استمرارها في احترام القانون الدولي. أما مجلس الأمن الدولي فسيصوت في 31 من أكتوبر الجاري على مشروع قرار جديد بشأن الصحراء الغربية التي يدور حولها صراع بين المغرب الذي يعتبر الإقليم الصحراوي جزءا من أراضيه وجبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك، وهو صراع يعود تاريخه إلى عام 1975. التوجهات الدولية الحالية تميل إلى تبني المقترح المغربي، فهل سيجد ملف الصحراء الغربية حلا له بعد قرابة 50 عاما من الصراع؟ للمزيد ينضم إلينا أوبي بشرايا البشير ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. أهلا بك سيد البشير. هل أصبحت جبهة البوليزاريو مقتنعة بالمقترح المغربي؟ لا أبدا، ما تطرقتم إليه في التقرير تصريحات وزير الخارجية الصحراوي ليس فيها جديد على الإطلاق. جبهة البوليساريو كانت قد أكدت منذ بداية مسار التسوية مع الأمم المتحدة بأنها مستعدة لقبول حتى إذا صوت الصحراويون إلى الانضمام داخل المملكة المغربية بموجب استفتاء تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة الذي وافق عليه الطرفان سنة 1991، والذي بموجبه توجد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. إذن ليس ثمة جديد على الإطلاق فيما يتعلق بموقف جبهة البوليساريو. وجبهة البوليساريو بالمناسبة يعني على مدار سنوات التسوية كانت قد تقدمت بالكثير من المساهمات الإيجابية من أجل دفع
عجلة التسوية، ولكن كانت تصطدم دائما بحجرة الموقف المغربي المتصلب الذي تراجع عن موافقته على الاستفتاء حينما عرف بأن الشعب الصحراوي سوف يصوت إلى خيار الاستقلال، إلى محاولة الترويج الآن لما يعرف بمقترح الحكم الذاتي، والذي لا يعد سوى تكريسا لأمر الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية. ويتم الترويج له بالمناسبة. هناك بعض الدول، تعرضتم إلى الموقف الأخير لبلجيكا، ويعني هناك اختلاف كبير بين ما تقول بلجيكا في موقفها وما يروج له. ولكن الحكم الذاتي، المقترح المغربي فيما يتعلق بالحكم الذاتي سيكون مفيدا إذا كان خيارا ثالثا أمام الشعب الصحراوي في استفتاء تقرير المصير، الاختيار ما بين الاستقلال، ما بين الانضمام، أو ما بين الحكم الذاتي. ولكن أن يكون خيارا مفروضا على الشعب الصحراوي فإن ذلك مرفوض من طرف جبهة البوليساريو، والتي بالمناسبة يعني هي حركة تحرير وطنية تستمد شرعيتها التاريخية أولا من القانون الدولي باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ولكن أيضا شرعية تاريخية من خلال 50 سنة قادت فيها كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير. وهي لا تستطيع، وربما هنا هذا هو مربط الفرس فيما يتعلق بالتحركات الآن الموجودة على مستوى مجلس الأمن الدولي، لا تستطيع أن تنخرط في مسار إطاره وهدفه النهائي هو الالتفاف على هذا الحق وإسقاطه وتشريع الأمر الواقع له وهو الاحتلال المغربي. البوليساريو منفتحة بالتأكيد على التفاوض وعلى التسوية السلمية وبدون شروط مسبقة كما كانت تشير قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة، ولكنها لأسباب جوهرية لا تستطيع الانخراط في المفاوضات التي يتم الترويج لها الآن. أولا لأن إطارها محدد بشكل سابق لعملية التفاوض، إذ يروج بأن هناك مشروع قرار يدعو إلى مفاوضات طيب، لكن مباشرة. ماذا لو تم فرض مقترح الحكم الذاتي نهاية الشهر الجاري من قبل مجلس الأمن؟ كيف ستتعاملون مع الوضع؟ نحن نقول يعني قبل المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب بأن جبهة البوليساريو كما أكدت من خلال رسالة وجهت إلى مجلس الأمن الدولي البارحة بأنها لا تستطيع أن تنخرط في المفاوضات المباشرة التي تدعو لها المسودة التي يتم الترويج لها، لأن هذه المفاوضات تم تحديد إطارها بشكل مسبق لعملية التفاوض وحصرها في إطار المقترح المغربي الأحادي الجانب المتعلق بما يسمى بالحكم الذاتي. ولكن الأخطر بأنه تم أيضا تحديد هدفها النهائي، ألا وهو التكريس السيادة غير الشرعية للمغرب على الصحراء الغربية بشكل أولا سابق للعملية التفاوضية، ولكنه أيضا بمعزل عن رأي الشعب الصحراوي الذي هو في النهاية من يجب أن يحدد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية حسب القانون الدولي. جبهة البوليساريو تحتفظ جبهة البوليساريو. شكرا جزيلا لك أوبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كنت معنا من جنيف. وينضم إلينا أيضا بلال التليدي، صحفي مغربي من الرباط. أهلا بك. كيف تلقى المغرب تصريح محمد يسلم بيسط بأن جبهة بوليساريو ستقبل بنتيجة الاستفتاء حتى لو اختار الصحراويون الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؟ الواقع أن هذا التصريح لا يراعي التحولات الجارية الآن سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الدبلوماسي أو حتى على مستوى ما يجري داخل مجلس الأمن. فهناك تحول كبير في الموقف الدولي الغربي أساسا. الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وأيضا حتى روسيا أعلنت على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف بأن الحكم الذاتي هو شكل من أشكال تقرير المصير، واشترط لذلك أن يتم الحل في إطار القانون الدولي أي من خلال مجلس الأمن، وهو يعني بذلك أنه لا يريد أن تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بحل هذه القضية بعيدا عن مجلس الأمن. إذن الجزائر وبوليساريو توجد في عزلة كاملة، وبالتالي هذا الذي دفع جبهة البوليساريو إلى محاولة يعني كتابة بلاغ فيه قدر من المناورة السياسية. وما قاله الممثل لهذه الجبهة في هذا البرنامج غير صحيح، فهناك تحول هو أشبه بالمناورة، لأنه تم إدخال
خيار ثالث في الاستفتاء، وهو خيار في المقترح ديال بوليزاريو حول الاستفتاء، هو خيار الحكم الذاتي. هذا المقترح إن كان تأويله بهذا الشكل، بالمناسبة البلاغ لا يتحدث عن مضمون هذا المقترح الموسع، وإنما يشرح خارج النص الرسمي بطرق ملتوية. إذا كان هذا هو التأويل الذي نعم. طيب يقدم، في ظل تمسك بوليساريو بضرورة أن يتم أي نقاش حول الحكم الذاتي فقط في إطار استفتاء، كيف ينسجم هذا الموقف مع الآلية الجديدة التي يشجعها مجلس الأمن والتي تقوم على حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه؟ منذ سنة 2008 وبالضبط مع انتهاء أو نهاية ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمين العام للأمم المتحدة فان فالسون، فأصبح خيار الاستفتاء خيارا غير واقعي وغير قابل للتطبيق. والآن التحولات التي جرت كلها تصب في صالح الحكم الذاتي. حتى سيرجي لافروف حينما تحدث إلى وسائل الإعلام قال بأنه كان هذا الخيار مطروحا، لكن تغيرت الظروف، في إشارة من إلى أن هذا الخيار لم يعد مطروحا على الطاولة بالكل. الآن هناك مساران اثنان: مسار أممي، وهذا المسار يجري في اتجاه اعتماد الحكم الذاتي أساسا للحل، وهناك مسار آخر ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي وضع سقفا زمنيا بالنسبة للجزائر من أجل أن تفك إشكالاتها مع المغرب، ولأول مرة يوضع هذا السقف. بالمناسبة هذا السقف هو سقف تهديدي للجزائر، أما بالنسبة للمغرب فقد سبق أن مد اليد لأكثر من مرة، ولم تعلق الجزائر بأي موقف من مواقفها المتصلبة إزاء هذا السقف الذي يعتبر بمثابة تهديد للجزائر. وأعتقد بأن حتى البوليزاريو الآن توجد في وضع المتخلى عنه من طرف الجزائر، وهذا ما يفسر تصريحات شقيق مؤسس البوليساريو الذي انتقد القيادة بشدة وقال بأنه ضيعنا فرصة، كان من الأولى أن نعتمد الخيار العسكري وأن نتجه إلى ما اتجهت إليه حماس في بناء الأنفاق واعتماد الثورة من داخل المدن. الآن البوليساريو توجد في وضع لا يحسد عليه ولا تملك أي خيار، لأن الجزائر تخلت عنها، والجزائر لا تريد أن تتحمل كلفة الاستثمار الذي لا طائل من ورائه في البوليساريو. واليوم الأمور تصير في صالح المغرب وصالح مقترف الحكم الذاتي. وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك بلال تليدي، كنت معنا من الرباط.